هي الأمورة الحلوة بتاعتنا فين؟ اسكتي، ما هي اتحرقت. ما تقلقيش يا هانم، دي حاجه بسيطه. شايفين الوش الجميل ده؟ ده من جماله قرب ينطق. اهي دي بقى الكاهنة المصرية القديمة شائم إنسو. كانت من حوالي 2800 سنة كاهنة ومغنية في نفس ذات الوقت في معبد المعبود آمون بالأقصر، وبترجع للأسرة ال 22. لكن جت على سن ال50 كده، وبعد ما خلصت دورها في الكهنوت والغنى اتوفت شاه. وتقديرا لدورها العظيم اللي قامت بيه في المعبد تم تحنيطها بشكل كويس قوي. ومش بس كده، دول كمان حطوا الموميا بتاعتها في تابوت متعدد الالوان من الخشب والجص، وفضل تابوتها مقفول عليه كويس قوي لحد سنه 1876، وبالتحديد ايام الخديوي اسماعيل. ووقتها قرر الامبراطور البرازيلي دون بيدرو الثاني انه يزور مصر. وانت عارف بقى الخديوي اسماعيل مرضيش ابدا ان الامبراطور البرازيلي يمشي من مصر كده وهو فاضي، لا بقى دي عاداتنا وتقاليدنا. راح الخديوي اسماعيل هدي الموميا بالتابوت. يا دي حظك المنيل والمهبب. وكان معروف كده عن الامبراطور البرازيلي ان هو حرامي اثار، قصدي من هواة جمع الاثار المصريه. فاخد الموميا بالتابوت وحطهم في القصر بتاعه لحد ما بقوا من المجموعه المصريه الموجوده في متحف ريو دي جانيرو بالبرازيل. لكن زي ما بيقولوا بقى الحرام ما بيدومش. سنه 2018 حصلت الكارثه، اتحرق المتحف باللي فيه، وللاسف اتدمرت مئات من القطع المصريه الموجوده في المتحف، وكان من ضمنها فوفا، قصدي شاه. طب وفوفا يا صلاح؟ تتحرق فوق أكتر ما محروقة بتابوتها بموميتها، وما تبقاش منها الا الصوره الجميله دي. عاش كرم المصريين.